عادل كان راجع من وردية طويلة ووصل محطة القطر الساعة 3 بعد نص الليل. المحطة كانت شبه فاضية، ما فيهاش غير عامل نظافة عجوز كان بيكنس الرصيف. فسأله عادل هو في قطر تاني هيمر الليلة يوصل للمدينة؟ بصله العامل وقال له في واحد بيعدي الساعة 3:07 بس ما تركبوش، استنى القطر اللي بعده. قال الجملة دي ومشي بسرعة كأنه خايف يكمل كلام. عادل ضحك وقال في نفسه ماله ده، وقعد على الدكة يستنى القطر. والجو بقى أبرد. الساعة الكبيرة فوق الرصيف وصلت ل3:07، وفي اللحظة دي بالظبط ظهر نور قطر داخل من آخر نفق. الغريب إن القطر كان شكله قديم جدا، شكله مش زي القطارات اللي بتشتغل دلوقتي، ومع إنه ماشي بس ما كانش فيه صوت فرامل ولا صوت محرك. ولما وقف القطر قدامه باب عربية واحدة بس اتفتح. عادل اتردد يدخل ولا لأ، لكن المحطة كانت فاضية والجو بقى برد أكتر، فقرر إنه يدخل القطر. العربية كانت ضلمة، مفيش غير شريط نور خفيف على السقف. القطر كان فاضي، مفيش غير كرسي واحد بس قاعد عليه راجل كان لابس لبس موظفين القطارات بتوع زمان. القطر بدأ يتحرك. عادل حاول يهون على نفسه الطريق، فسأل الراجل هو حضرتك تعرف القطر ده بيروح فين؟ الراجل مردش عليه، لكن بعد ثواني رفع راسه وقال له بصوت هادي كان المفروض ما تركبش. عادل اتوتر وسأله ليه مركبش؟ الراجل بصله وقال له لأن القطر ده ما بيقفش لحد. وفجأة الإضاءة بدأت تترعش، ولما رجعت الراجل كان اختفى من مكانه. عادل قام مرعوب وجري على باب العربية علشان يحاول يفتحه ويخرج، لكنه ما كانش بيفتح. بص فوق الباب لقى الساعة كانت شغالة، بس الغريب إنها لسه ثابتة على الساعة 3:07. عادل بدأ يخبط على الباب وهو بيزعق وقفوا القطر وقفوا القطر. ومرة واحدة القطر وقف، لكن لما بص حواليه لقى نفسه واقف على نفس الرصيف اللي ركب منه. القطر اختفى كأنه ما كانش موجود. وفجأة ظهر العامل العجوز وراه وقال له بهدوء قلتلك ما تركبوش، كل اللي بيركبوه بيرجعوا لوحدهم، بس مش دايما، بيرجعوا هم نفسهم. عادل بص لإيديه اللي بتترعش، لاحظ إن حرارتها باردة جدا ونفسه مش طالع منه ضباب رغم البرد. رفع راسه وبص للعامل وهو مش فاهم. العامل بصله بنظرة خوف مش قادر يخبيها وسأله بصوت مخنوق يا ابني انت متأكد انك نزلت من القطر ولا اللي نزل روحك بس وجسمك الحقيقي لسه هناك؟